أن تكون أو لا تكون هو الشعار الذي يتوجب على ريال مدريد حمله في موقعة سانتياغو برنابيو حينما يستضيف فولسبورغ متأخرا بهدفين وباحثا عن فوز لا يقل الفارق فيه عن 3 أهداف. مدرب الملكي سيحاول استحضار ذكريات مشابهة لتحفيز رونالدو والرفاق، ذكريات قاد فيها زيدان فريقه لاعبا لقلب هزيمته بألمانيا إلى فوز وتأهل مستحقين بإسبانيا. زين الدين المدرب سيحاول الاستلهام من زيدان اللاعب الذي أطاح بالبايرن في ذات الدور من نسخة 2002، حينها كان التتويج من نصيب القلعة البيضاء. بعيدا عن التاريخ سيستجمع زيدان في اللحظة الماثلة تعدادا كاملا يدعمه مواطنه العائد كريم بنزيما، والهدف تأكيد الصحوة في الليغا والنجاة من مقصلة الإقالة التي قد تكون مرادفة لأي تعثر. المهمة لن تكون يسيرة أمام فريق ألماني لن يخسر شيئا في حال الخروج، كما لن يدخل المواجهة الأهم حسب مدربه كلاسون في ثوب الضحية. في ثانية المواجهات لا يبدو طموح مانشستر سيتي المتسلح بأفضلية حديقة الأمراء بعيدا عن سقف التتويج ودخول التاريخ، أو على الأقل بلوغ المربع الذهبي وإنقاذ الموسم المتعثر لحد الآن. أشبال مانويل بيليغريني المتعودون على غياب قائد كتيبتهم فينسنت كومباني في الفترة الأخيرة سيستفيدون من عودة هدافهم سيرجيو أغويرو المعول عليه لتثمين هدفي مواجهة الذهاب وتجاوز عقبة باريس سان جيرمان نحو تحقيق حلم باتوا يرمقونه بندية الكبار. الندية اكتسبها البي اس جي كذلك في السنوات الماضية، والحلم بات خلالها مبرمجا في أجندة الباريسيين. وليس المانسيتي فقط من سيفتقد لصخرة دفاعه، فدافيد لويس سيكون غيابه واضحا في تشكيل لورون بلون الذي قد يتوازن قليلا بعودة ماركو فيراتي. وبين الإرادتين والطموحين يبقى ميدان ملعب الاتحاد وحده الفيصل بين الإنجليز والفرنسيين، أو بالأحرى بين أغنياء الإمارات وأثرياء قطر.